طيب احنا قبل ما نتكلم في فيصل في الفيلم الاخير، انا داير اعرف انت بعد ذاك اتفرغت للسينما؟ انت عشان تبدا تخرج افلام، كل فيلم يشرب منك دمك، يعني حياتك. شفت خاصة كيف؟ وانت لو بادي تنتج يعني، آه. لو بادي تنتج بتستعين بممثلين ما مم. كبار. مم. يعني الممثلين معاك ما كبار، يعني نعم. ممثلين مثلا لو انت يعني لو مم. جربت انتاج كبير، مم. ده ممكن يحصل عائد مادي، يعني يجيب لك اكيد قروش. اكيد. لكن الفيلم اللي بتبداه انت اي وكده. كان اي شيء تبدا فيه في الحياه دي ان شاء الله استثمار في سياره اطوس زي ما قلت قبل. انت في السودان كان عندك اتوس؟ والله ما عندي يا اخي. ليه؟ شغلي عجله ساكت. انا نمسك الداري ساكت. طيب. ف فالفيلم التصوير صعب شويه من الناحيه دي، لكن نتمنى ان نخلي السياسه والحاجات دي كلها نعم. نشتغل افلام بس ان شاء الله يوم من الايام. طيب انت بتحصل عائد من وين؟ انت بتنتج افلام مم. نص ساعه مثلا كده، مم. عائده بيجيك من وين؟ بترد الانتاج ده من وين؟ انت ما هتخسر قروش، هتجيبها راجعه كيف؟ كويس. للفيلم فيصل جوز ويست ده مم. حصل لنا شيء ممتاز جدا، انه في موقع اسمه كيك ستارتر اللي هو بيساعدك في ان تلم قروش من افراد مختلفه، ناس يعني مختلفين حول العالم. يعني مهما كان انت ساكن، ان شاء الله ساكن دبي ولا خرطوم ولا اوروبا ولا امريكا، تمضي شغل بتاع $10 $15 $20 عشان واحد يعمل مثلا فيلم او يسجل شريط موسيقى ولا اي حاجه، اي مشروع فني دعم كده. لزول داري يعمل حاجه فنيه. ودعم كله جاء من ناس، يعني ناس عاديين، ناس اصلا يعني مش ما ضروري بيكون شغالين في الفنون او في السينما ولا حاجه. تو عندنا معلش بس معلش ما يعني تقاطعني معلش يا اخي معلش تقاطعني. معلش مرحبا بك في امريكا يا اخي. ف آه، لمينا تقريبا $30,000 كويس. من 250 شخص ساكنين في اكثر من 15 دوله. كويس. فده الحصل بالنسبه لفيصل جوز ويست ده، وده بس عشان قلنا عندنا فيلم، انا كتبت سيناريو بتاع فيلم. الفيلم يعالج موضوع زي كده، يعني اسره تجي امريكا من السودان، وناس شافوا الفيديو بتاعي ده وعجبهم الفكره وساعدونا بالانتاج. طيب الفيلم فكرته جاتك من وين؟ الفكره دي انا ما ممكن اقول لك جاتني من محل واحد بس. انت ان شاء الله ايامك اللي في امريكا دي لاحظت نفس الشيء اللي بنعالجوه في فيلم فيصل جوز ويست ده، ان عندي صحباني كتار وما سودانيين بس. يعني الشغل ده حاصل من زمان وحاصل في بلاد اكثر من امريكا، بس بيخطوا طموحاتهم واملهم في الهجره لبلد جديده. نعم. لان سامعين بالبلد ديك فيها حياه احسن وفيها وظائف وفيها قروش وفيها فرص وامكانيات وهناك، ويمشوا ينتقلوا مع الاهل وان شاء الله الاولاد يمشوا كأسرة كامله. نعم. بالجد بالكاكا. تو يجوا يصلوا بلد زي امريكا، وده انا لاحظت في كتار من صحباني واسرهم يجوا امريكا، والشيء اللي بلقوه في امريكا بكون عكس اللي كانوا متوقعينه من هناك من السودان مثلا. كيف؟ فواحد مثلا بكون في السودان زول خريج جامعة، احسن جامعة في السودان، في افريقيا، في اوروبا مثلا، ومتخصص جدا، اما مهندس او طبيب او محامي، يجي امريكا والشهادة اللي اشتغل لها هناك 10 سنة هنا ما عندها فايدة. نعم. شفتها؟ ببدأ بيشتغل اما جراج، سوق تاكسي، بيتزا، الدليفري، النقل بتاع الاكل دول وشنو. ده شيء منتشر، ده انا ما بقول لك يعني قصه واحده بس وحصل لفلان كده ولا هنا. نعم. ده ممكن بيعتبر الاغلبيه للناس اللي بيجوا من بلاد مثل السودان لامريكا. والشيء اللي انا حسيت بيه ده ان الناس ديل قصتهم هنا صامته، ما في زول عارفه. يعني ما في ناس من الناس اللي ادوا بينا ورا هسه ديل بعرف القصه دي. نعم. بعرف ان زول الساقك بالتاكسي حقه من المحل كده لبيتك اليوم زول خريج جامعه. زول كان هناك يلبس بدله وكرافات كل يوم، ساكن له حي الرياض شغال في وشغبانه حتة وزراء كبيرة وهنا. يعني. ما في يعني. تو ده الشيء انا نعتبره مهم جدا، ونتمنى يعني ما لامريكا بس ولا للسودان بس، للدنيا كلها
نعرفه ونفهمه، نبدو نفهمه يعني قصة الهجرة دي، لأنه بقت يعني حاجة منتشرة جدا وموجودة في كل بلد. يعني نعم. اليوم عشان السفر بقى الرحلة، يعني السفر بقى أرخص وبقى أسرع من زمان. نعم. يعني في ناس كتار بيسافروا يعني بقول لك شنو تاني، ناس متحركين بس. نعم. نعم. طيب دي فكرة جميلة جدا للفيلم يعني. طيب الإيحاء يعني ليه بالذات اخترت السودان مثلا؟ كويس، انا اخترت السودان يعني بالنسبه للممثلين وناس بالقصه طبعا. اخترت السودان لانه ما في تشادين في امريكا، ده اول شيء. انت لانك كويس. اول كنت في تشاد. او كنت تربيت في تشاد. وانا ممكن اعتبر نفسي تشادي امريكي كده، واصلا بس اصلا ما عندي حاجه للهويه دي وجنسيه وشنو. نعم. وسوداني في نفس الوقت. لانه متحركين يعني ان شاء الله سنه هنا وسنه هناك، نقول لي سوداني امريكي كل واحد المهم انساني بس في النهايه. ف بالنسبه لكتابه السيناريو الاسره السودانيه، انا اي فيلم نشارك فيه او حتى يعني خاصه من هنا وقدام الافلام اللي نكتبهم، نريد فيهم يعني نكتب الديالوج الحوار باللغه الاصليه للكاركتر للشخصيات في الفيلم. كويس. نعم. توا يعني تمام عشان نقدر نكتب بالسوداني. نعم. اظن ان شاء الله يعني يا ريت نمثل السودانيين بصوره احسن. كويس. حقيقي. احسن من مثلا نختار مثلا اسره من الصومال ولا اسره من حتى من مصر او من الحتات اللي فيهم لهجه ثانيه، لانه احسن شيء في الفيلم وفي السينما طبعا تجيب الصوره الحقيقيه يعني. نعم حقيقي. فللاسف ما في تشادين في امريكا، كما كده كان كتب لك سيناريو بتشادي، كلام العرب التشادي عديل كي هاي عديل كي. توا ده الكلام. طيب ساعدوك منو اللي مثلوا معاك في الفيلم؟ هل هم سودانيين؟ يا اخي الموضوع التمثيل ده ذاته خوفاني شديد قبل الاخراج. نعم. ف قلت لك في ممثلين وفي سودانيين في امريكا وشنو الكلام ده صح، لكن عشان تلقى ناس مناسبين للادوار ومش مناسبين بس يعني ويجسدوا القصة ذاتها، يجسدوها تجسيد حقيقي. بالضبط كده، جاهزين يمثلوا وجاهزين يعني بيقضوا معك اسبوع اسبوعين للتمثيل بس وخلاص ان شاء الله طلاب جامعه وشغالين وظائف ولا هناك. حاجه صعبه. ف بديت والله قصه صعبه. يعني انا امريكا دي كملت بالنسبه للجاليات السودانيه وشنو لفيت واحده عشان نلقى الممثلين، والحمد لله لقينا ناس كويسين جدا هنا في دالاس. بعضهم يعني جزء منهم مثلوا قبل كده وفي ناس اصلا ما مثلوا، وتلقى بعض مرات زول اصلا ما عنده خبره في التمثيل بيمثل لك احسن من اللي عنده خبره، وبالذات اللي عنده خبره في المسرح، لانه بيمثل الممثل نفسه يعني. نعم. يجيب نفسه في القصه وقصه الزول المتعلم في السودان ويجي يتعب في امريكا، ده هنا راقد. نعم. هي مشكلة حقيقية بالنسبة لهم ذاتهم، ممكن يعبروا عنها أحسن يعني. ما هو زول ممكن يعاني من نفس المشكلة يعني. هو المهم حسب الحاجات اللي بيمثلها. توا هنا في دالاس لقينا واحد اسمه ياسر درار، ملقبين الأسد. ياسر ده نفس اللي قلت لك، كان محامي في السودان، جاء أمريكا وشغال هنا في أمريكا 13 سنة سايق تاكسي يعني. آخر 13 سنة دي خش ثاني الجامعة عشان بلقى شهادة في القانون، يعني بدأ من جديد معناه. كان قرا في بعد 13 سنة. بعد 13 سنة تعب هنا في أمريكا يعني أخيرا بدأ شهادة جديدة في أمريكا، شهادة بيحترموها الجامعات والكليات الثانية هنا في أمريكا، لأنه شهادة من جايبين من السودان ما اعتمد عليه إن شاء الله. فياسر مثل لنا تمثيل عجيب جدا، وحتى اليوم الناس اللي شافوا الفيلم، طبعا الفيلم لسه ما مرق يعني، لسه ما عرضناه في مهرجانات ولا هناك، لكن الناس اللي شافوا الفيلم في الدراف كات بتاعه عجبهم تمثيل ياسر جدا. الراب كارت يعني، لانه هو حاسي بالحاجات اللي مثلها. لا راب كارت شافوه في الراب كارت بتتكلم انجليزي يعني احنا. الراب كارت بالعربي ذات الراب كارت يا اخي، نقول لك شنو الرف كات ده هو اقول لك الفيرجن بتاع الفيلم. طبعا انتاج الافلام ياخذ زمن كثير. نعم.
للاسف في ناس ما فاهمين الحاجه دي، بيقول انت ممكن تصور فيلم مثلا اليوم نحن نصوره ومباكر صباح بس تلقى الفيديو خلصناه وانتشرناه عبر الويب وموزع خلاص. استنى الليله نشوفه بكره. كده يعني. فبالنسبه لانتاج الافلام السينمائيه، المونتاج يعني الشغل بعدين في الكمبيوتر لما تلم الصوره ومع الاوديو والساوند افكتس، يعني يعني انا خطيت كوبايه القهوه دي ذاتها الحركه اللي جات منها دي، بعدين نبني نلصقها يعني نلمها هي وحيدة تجميع يعني. كله تجميع الفيلم كله مع بعض بالضبط يعني ياخد زمن طويل. ف يعني الفيلم لسه ما خلصناه، لكن قاعدين في اخر خطوات حقت المرحله دي. الفينشنج. الفينشنج. انا بتكلم انجليزي كيف؟ الفينشنج والله 100%. انا قلت لك حاسوق ركشن، قلت لك حاسوق تاكسي. انت في الزمن كنت استاذ كبير. شوف عمك هاشم داسه ما سايق تاكسي وعامل بيزنس واولاده خشوا الجامعه ماله. والقروش كويس يا حبيبي. And you're coming from Sudan. Is it Darfur? No. Not Darfur. خرطوم كابيتال. كيف يعني مشت وين؟ ما انا بس شلتها مشت وين يعني؟ جرب؟ وانا راجع ما لقيتها. شوف العربيه دي احنا ليه اسا مسلفين قروش من عمك هاشم، ما دفعنا ليه تعريفه $5000 احنا دافعين له فمسلفينها منه يا اخي. كيف يعني تسوقها يا اخي؟ طيب انا داير اعرف يعني مثلا ثاني يعني انت عشت في السودان وكده، الخرطوم مثلا تعرف اكلات سودانيه؟ اكيد. زي شنو الاكلات السودانيه بتعرف؟ يا اخي انت سؤالك ده ذاته يعني حرام عليك يعني تتعلم الاكلات السودانيه دول شنو راجل يعني. حتى في تشاد عندنا فكره ان صياد المطاعم في تشاد كلهم سودانيين. لو انا من صغير نمشي السوق مع صهباني نفطروا كبده وكباب وكسره وباميه والحاجات دي كلها يعني. تاكل قراصه اكلتها؟ قراصه اكلتها في السودان. في تشاد ما في تشاد ما لاحظتها. طيب في السودان مشيت سوق الناقه؟ سوق الناقه والله الفكره ما مشيت. مشيت بكون اللي مشيت سوق الناقه في الأوبيل، بس الفيلم دورمان ده كمان ما خشيت. في دورمان ما مشيت، لكن حكوا لك بقى اصحابك. اكيد. طيب كنت عربيتك شنو اتز ولا كان عجله ولا؟ والله كان حمار، بس انا غير الحمار ده ما بركب حاجه والله. انا كده طيب اصحابك منو في السودان؟ اصحابي ان شاء الله السودان كلها اصحابي يا اخي ربي يديك العافيه. الناس اللي لقيتهم يعني كنت بتعرفهم خلال شغلك في خلال كده، تتذكر منهم منو؟ والله ما انا ما نسميهم شخصيا كده. انا بعدين كنت طلعت زول مصيبه كده ما كويس يعني ما كويس. لا انا صهباني في كل مكان ان شاء الله. انا اصلا يعني اي مكان نمشي نعيش فيها ان شاء الله، السودان ولا تونس ولا فرنسا ولا امريكا. نعم. يعني طوالي بعد ما جيت نبدا نلف الحله شويه ونتعرف على الناس، يعني ما عندي حاجه. انا قبل لاحظت لك شايل قروش سودانيين. دي باقي القروش الجديد بها ولا شنو؟ باقي القروش الجديد بها ده اخر حاجه فضلت لك ولا شنو انت طالب؟ والله بكون اقول لك شنو يا اخي، بعد ختم المغادره في المطار دي 20 جنيه 20 جنيه ان شاء الله. 20 جنيه والجديده ذاتها ما القديمه دي. والله ما شاء الله. طيب دي احتفظت بها هناك يعني، دي جيت بها من هناك ثاني شلت معاك شنو عجبك في السودان؟ والله الغريب انا لميت لي حاجات كثيره في السودان. طبعا حتى في تشاد في حاجات كثير يعني، خاصه الموسيقى اللي اشتروها هناك جاي من السودان طوالي. فخفت قلت انا جاي امريكا ثاني نمشي نحصل على تاشيره نرجع السودان ما معروف 200 يعني. فلميت لي اشرطه موسيقى فنانين سودانيين، اشرطه القدام الكاسيت. تسمع لمنو من الفنانين السودانيين؟ تعرف منو؟ والله انا يعني عيب ترى نقول لك الناس اللي نسمعهم وشنو. لا واحد منهم عشان نشوف انت بتسمع يعني. والله يا اخي يعني عرفوك بتسمع فنانين سودانيين؟ لا اكيد بس بتتذكر؟ انا والله حاشي مرغني بس، لكن قول لي حاشي مرغني ما في ناس بيقولوا مشوكش دول وشنو ما اعرف مصطلحاتكم الكثيره ديل. انا نهب حاشي مرغني بس، تحبوا ما تحبوا انا نهبها. يا تمام. حاشي مرغني
عبد القادر سالم يا سلام. استاذ المردوم. الكابلي ناس القدام يا اخي، انا ذات زول شايب يعني، شايفني انا صلعت وشنو ده ما ساكت. معناه انا الفنانين الجداد دول ده ما بنعرفهم كثير، لكن القاعد نسمع من زمان من انا صغير ده ناس يا اخي، ناس وردي دول وخلاص الحمد لله يعني. طيب قبيله العربيه لو فتحتها في فنان بغني من الشباب يعني؟ كان واحد عاطف لكن عاطف طبعا في الجهاد نعرفوه كالجهاد. عاطف منو؟ عاطف السماني. عاطف السماني. ايوه. طيب يعني انت طيب حاولت تشوف دراما سودانيه ولا تشوف تمثيل سوداني ولا؟ تمثيل سوداني بالصراحه ما شفته كثير. يعني كنت ساكن اكثر حاجه الدمازين. الدمازين بجينا مسرحه مره في الخريف بس وخلاص. انت الخريف ما عندكم هنا صعب. والله يا هنا ما عندك زراعه وكده، ما قاعد تمشي زراعه. لكن الشيء نمشي الكدايه نجيب الزعفه. الشيء اللي عجبني في السودان ان الناس كتار، ورغم الصوره انا اظن الصوره السودانيين نفسهم عندهم لبلادهم كويس. السودان دي كويسه جدا بالنسبه للفنون، يعني الناس بجد كده بقول لك شنو فاعلين ناشطين، يعني شغالين في مشاريع فنيه كثير، ومنهم المسرح. والمسرح اللي لاحظته كثير في ام درمان شغال 24 ساعه، الخرطوم حتى في الأبيض وكادوغلي والحتات دي موجود يعني. ما تعرفت عليه ممثل؟ لا يعني اصلا ما حتى ما حضرت مسرح، يعني ممكن مسرحتين بس. طيب لو قدمنا لك يعني دعوه تجي تنتج في السودان ممكن؟ ممكن عادي طوال. في مناظر عجبتك في السودان؟ مناظر طبيعيه كده؟ السودان جغرافيا ذاتها جميله يعني في رايي الشخصي طبعا. الحركة من الخرطوم لمرابة دي انساها، لكن غير السكه دي انت مشيت مثلا نزلت عليه الجنوب شويه، عليه جبال النوبه مثلا، او حتى في النيل الازرق في غابات كده ما بتتخيل يعني، ما بتقول انك في السودان. فالجو والطبيعه في السودان ذاتها جميله. طيب كنت في السودان هلالابي ولا مريخاوي؟ يا اخي ذات انت الاسئله المستحيله ديل انت ما خليهم معك في السودان يا اخي. انا اللي عاجبني فيك ما بتميز بتميز اللي انا نريده، نقول لك ناكل لي كسره وبعمل. لا انا عاجبني فيك ما بتميز، ما بتحب تميز زول على زول. يعني حتى لما اقول لك اصحابك ما بتخاف يعني تقول مجموعه تنسى مجموعه تتحسب عليك. ما كده. لكن انا قبل انت ضحكتني لما قلت لك هلال ولا مريخاوي، قلت انا بشجع هلال وين؟ والله انا هلال الجبال بس. هلال تضحك هسه بس تضحك هسه. هلال الجبال كادوكلي يا اخي. هلال كادوكلي. انا كيفت جدا لانه انا كنت بفتكر انك في العاصمه ما بتعرف، لو مشيت لي لحد هلال كادوكلي انا كيف. طيب الاكلات اللي عجبتك شنو؟ الاكلات انت بقول لك في الاكلات مالك جيعان ولا شنو؟ جيبوا لك يا اخي ما انت لاميني في القهوه دي من الصباح. جيبوا لك هسه اشيل وجههم بعدين عين كوبايه القهوه قدر شنو يا اخي ده انا بشرب فعلا. جيبوا لك زلابي هسه دي من الصباح. انا بقول لك شيء واحد، بقول لك شيء واحد بصراحه، بس انت عشان صاحبي وبديت اليوم نعرفك شويه وشنو. ما في شيء احسن في الدنيا دي من الزلابيه الشاي باللبن الساعه 6 صباح. يا سلام. ده انا قلت لك يا سلام. زلابي على الريق يعني. بالله اللي تكون انت ليك مهما كان انت ان شاء الله في كوستي ان شاء الله سنجا الوسخانه دي. معليش ناس سنجا أطبرة. يعني الشيء اللي أنا حبيته كثير تمشي مثلا محل فيه قهوة ومشروبات هنا ست شاي مثلا، تلاقي الناس ونسوا تقول لك هاجر شيشة. الدنيا في حاجة أحسن من كده؟ لا بجد يعني في حاجة أحسن. لا وبعدين شفت الطبيعة بتاعت الونس والناس والبساطة. يعني أنت ما لقيت نفسك غريب، يعني لقيت نفسك مع الناس كده طوال. إن شاء الله إن شاء الله. لا أنت ذاتك والله جد يعني فيك روح جميلة، يعني الواحد بيحبها بك. يعني أنا هسه لقيتك الليلة واليوم كأنه بعرفك لي سنين يعني. إن شاء الله. بعدين يعني جد يعني أنت ممكن تعيش في أي مجتمع بطبيعتك. إن شاء الله إن شاء الله. ممكن تعيش في أي مجتمع وتكون مع الناس. أنا حقيقة بتمنى إنه يعني أنا واثق من إنه الاهل في السودان بيكونوا مبسوطين جدا انه يسمعوا كلامك ده، بيكونوا مستغربين جدا للكلام اللي سمعوه. ان شاء الله ما عيرتم بس. ان شاء الله ما شنو؟ ما عيرتم بس يعني ما قلت لهم كلام ما لا يا اخي لا يا اخي كلامك كله والله زي السكر، مش بيقولوا كده؟ ان شاء الله ان شاء الله. اي كلامك زي السكر بالرغم انه بيشرب الجبنه مسيح. لكن يعني زول كلامه حلو وحقيقه سعيدنا بك، وانا والله بتمنى لك التوفيق من جوا قلبي، وامنيات الشعب السوداني لك بالتوفيق،
ونتمنى انك تزور السودان مرات ومرات، ونتمنى لك التوفيق. وبعد ذاك يعني الاسم يبقى اسم اكبر من هسه، نسمع بك اسم كبير، وقدر ما نشوفك في شاشات بتاعت السينما نحن نعرف انه ده ولدنا وصاحبنا واخونا. اهم شيء اهم شيء هاي اهم شيء. لكن والله من جوا قلبنا دعواتنا لك بالتوفيق ان شاء الله، وانك تتقدم لقدام، وحقيقه يعني رحب صدرك. ويا اخوانا والله اول ما طلبنا منه رغم مشغولياته، وهو هسه بيقول في انه بينتج في الفيلم ده فيصل حاج غريب اللي هو فيلم سوداني امريكي بينتج فيه ولسه ما طلع يا داب في النهايات بتاعته رغم مشغولياته، لكن يعني ما بخل علينا. انت مضيع في البلد يا اخي، نقول لك شنو ثاني؟ يا سلام. بعدين انا لما شفتك جبت الجبن والحياه قلت لصاحبي، قلت له ده جعل عديل والله. جعلي شندي جعل من وين؟ شندي. هاي جعل من شندي. وشايقي من وين؟ زي دولتي، ها؟ زي مرتي. وشايقي من وين؟ شايقي حلفة بس. لا شايقي من كريمه مروي. حلفاوي ده من حلفه، من البربر. بربر دي الرباطاب وجعلين تلقاهم. عندك وبالكم الكتار ده الحتار انا ما زرتهم ذات. لا انا استغربت والله لما جيت هنا امريكا وزول يجيب لنا الجبن ويقول والله تمام، لكن ما قلت لنا عليه الطلاق تقعد. ما حلفت ليه؟ ما بتعرف تقول عليه الطلاق تقعد؟ والله معلش يا اخي، معلش. الثاني هناك حلفوا عليك قال لك عليه الطلاق تقعد عليه الطلاق. اكيد طبعا دائما بيحلفوا كيف هم؟ هسه ده عايزك عشاء في البيت كان دور. ما يكون كوارع. كوارع لا. ما كوارع، لكن في شويه اقول لك شنو؟ فته بوش مصران والحاجات دي. بوش شنو؟ بوش ده اكل بتاع شوفها ساكت. اكل شوف معوي. سيليك شنو؟ سيليك مصارين وحاجات كمونيا؟ شويه نيه كده. كمونيا؟ في ولا المراره ما نيه؟ مراره ما نيه بس. فيها الكبده وفيها الكرشه وفيها الفشفاش. في الشات بيقولوا الشاي والشهيه والمراره النيه وشلوفه البنيه للفقر ما بنلاقي ليا. يا سلام. فان شاء الله بنلاقي لنا بس. يا اخي ربنا يديك العافيه، نحن سعيدين يا اخواننا والله بينه، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى انكم تكونوا كمان استمتعتوا معنا بالحوار ده ورغم مشاغله ورغم ضيق الزمن. والله هو كان مصر على انه نقابله اكثر من اصرارنا له، ده يدل على اصالته وعلى معدنه. والرجل يعني اهله في كسله واهله في شندي واهله في الخرطوم، دارفور يا اخي، جنينه ما تنساها يا اخي، والجنينه والفاشر ونياله، وكمان نجمينا كمان ديل نجمينا والخرطوم يا الجمينه والخرطوم. نحن سعيدين بك وكتر خيرك كثير. شكرا جزيلا. انت شكرا لك، نشكرك كثير يا محمد. فعلا نورتنا ونورت مدينه دالاس الوراق دي. انا دالاس دي لقيتها منوره كده كلها. ما تكذب تقول لي نورت وما نورت. فانا شخصيا يعني اليوم اول مره نلاقيك صح. نعم. لكن الشيء اللي حبيته فيك انه انت جيت امريكا وجيت عشان تستكشف الحاجات الحقيقيه، يعني الحياه اللي فعلا موجوده والواقع يعني.